لو لسه فاكرة ان عمايل الزبادي في البيت حاجة صعبة يبقى لازم تشوفي الفيديو ده للآخر. تعالي اوريكي ازاي تعملي الزبادي في البيت بقوام مظبوط وطريقة سهلة قوي من غير مكونات كتير. اول حاجة عندي هنا انا كان عندي لبن، غليت اللبن ده وسبته لحد ما بقى دافي، وبعدين خدت منه كوباية دوبت فيها علبة زبادي، يكون الزبادي بلدي، وبدأت ان انا ادوب الزبادي كده كويس قوي. وبعد كده رجعت الكوباية اللي انا دوبت فيها الزبادي دي على كمية اللبن تاني وقلبتهم مع بعض كويس. في الوقت ده طبعا كنت محضرة الطواجن اللي انا هحط فيها الزبادي. لو طبعا لو عايزينه يكون بنكهة ممكن تضيفي عليه جيلي فراولة او مانجا، اي نكهة انت عايزاها. جبت بقى الطواجن بتاعتي وبدأت ان انا اوزع فيها كده لبن بالزبادي، وبعدين غطيت الطواجن دي وحطيت في الصينية مية تكون مغلية، وغطيت الصينية بقماشة قطن ودخلتها فرن دافي لمدة 8 ساعات. بعد 8 ساعات هيطلع معايا بالقوام اللي انت شايفاه ده، اللي هو قوام متماسك. هدخله التلاجة ساعتين، وبعد ساعتين كده في التلاجة بيبقى جاهز للأكل. جربوا الزبادي بالطريقة دي اوفر واحلى بكتير من بره. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسيف وتقولوا لي عايزين وصفات ايه تانية اعملها لكم.